بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الجماهير والكورة. والنهاردة إن شاء الله بإذن الله هكلمكم عن بطولة السوبر ليج، البطولة الجديدة للكاف. طبعا البطولة بيشارك فيها 8 أندية من أفريقيا، هي أندية النادي الأهلي المصري، ونادي الوداد المغربي، ونادي الترجي التونسي، ونادي صن داونز الجنوب أفريقي، ونادي بيترو أتلتيكو الأنجولي، ونادي إنيامبا النيجيري، ومازيمبي الكونغولي. دول الفرق اللي بتشارك في دوري السوبر ليج. ان شاء الله باذن الله البطوله هتنطلق من 20 اكتوبر، وهتبقى بنظام الذهاب والعوده، والمباراه النهائيه هتكون يوم 11 نوفمبر. ان شاء الله باذن الله هقول لكم النهارده موعد مباراه النادي الاهلي ونادي سيمبا التنزاني. نادي الاهلي هيقابل نادي سيمبا التنزاني يوم 20 اكتوبر في تنزانيا على ملعب دار السلام العاصمه تنزانيا، وهيكون بحضور جماهيري كبير جدا. طبعا كلنا عارفين مباراه نادي سيمبا، وبيبقى نادي قوي جدا. ان شاء الله باذن الله الاهلي يتخطى نادي سيمبا التنزاني. زي ما قلت لكم المباراه الاولانيه هتكون يوم 20 اكتوبر في 6 مساء، وان شاء الله باذن الله مباراه العوده هتكون بعديها ب4 ايام على استاد القاهره يوم 24 اكتوبر، وهيكون الساعه الكامله الجماهيريه لنادي الاهلي موجوده في المباراه ديت. المباراه هتكون في 7 مساء. بتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، وان احنا نتخطى عقبه سيمبا ان شاء الله، ونسعد للدور قبل النهائي لمقابله فريق صن داونز، وهو الفريق اللي هيكون اقرب للنادي الاهلي في مواجهته في قبل النهائي. الفريق المقرر علينا فريق صن داونز. بتمنى النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله اللي هو يفوز في المباراه ويتخطى عقبه سيمبا التنزاني.